من جارية لملكة مصر لواحدة مصيرها القتل بطريقة بشعة. ده ملخص حياة شجرة الدر، واللي الغيرة كانت سبب في وقوعها من 7 سما لجثة اترمت من فوق أسوار القلعة. بس هل ممكن الغيرة توقع واحدة ست من أعلى المناصب لدرجة إنها كانت بتحكم دولة في حجم مصر لإنها تتقتل وتقتل بالشكل البشع ده؟ طب هل الستات كلهم عندهم نفس الدوافع ورد الفعل ده؟ الحقيقة لو كل الستات زي شجرة الدر كانت الدنيا خربت. شجرة الدر كانت واحدة من أذكى الستات على وجه الأرض، وبرغم من ده تولت حكم مصر لأيام قليلة جدا. في سنة 1962 اتصور مشهد غرق شجرة الدر في فيلم وإسلامات، لكن في الحقيقة ده ما حصلش. وقبل ما نحكي لكم ايه اللي حصل، تعالوا نحكي شوية عن شجرة الدر وازاي وصلت لحكم مصر وازاي ماتت بشكل بشع. شجرة الدر جارية خوارزمية الأصل، اشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب وحبها وحررها من العبودية. ومش كده وبس، لا ده اتجوزها كمان، وبعد وفاته قعدت على عرش مصر 80 يوم بس. ولو سألت أي مصري عن موت شجرة الدر هيحكي لك المشهد اللي شافه في فيلم وإسلامات وموتها بالغرق في القلعة، لكن ده ما حصلش. واللي حصل كان أبشع من كده بكتير، وده اللي هنعرفه كمان شوية. لأنها بعد وفاة جوزها الصالح نجم الدين قتلت ابنه تورانشا آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر، وتخلصت كمان من أقطاي زعيم المماليك البحرية وأشرس القادة على الساحة وقتها. كل ده بس عشان تسيطر على حكم مصر لوحدها وتبقى هي صاحبة القرار الوحيد. وبعد 80 يوم بالظبط من حكمها لمصر تقع في الحب وتتجوز عز الدين أيبك وتتنازل له كمان عن عرش مصر، وشوية وبدأ الصراع بينهم على السيطرة، الراجل والست. وجو ياسمين عز ورضوى الشربيني بقى اللي بالنسبه لنا احنا جديد كان بادئ في دماغ شجره الدر من زمن الزمن. ولان شجره الدر كان عندها غرور كبير وما بتقبلش ابدا ان اي حد ياخد حاجه منها، فبمجرد ما عرفت ان عز الدين ايبك رايح يخطب عروسه جديده هبت على عينيه واتفقت مع الخدم اللي في القلعه واللي دخلوا على عز الدين ايبك وهو بيستحمى وخلصوا عليه بطريقه مش حلوه. وتاني يوم اعلنت شجره الدر خبر الوفاه ولا كانها عملت حاجه، وعيطت لها شويه واخدت عزاء، وكل الناس يا عيني صدقوها الا واحد بس، سيف الدين قطز، واللي كان في الوقت ده نائب السلطنه، واللي بمجرد سماعه الخبر قبض على كل خدم القصر وعذبهم لحد ما اعترفوا على نفسهم بنفس ذات نفسهم باللي عملوه في عز الدين ايبك. قام قطز قائد المماليك حكم بالاعدام على الخدم كلهم وسلم السلطنه شجره الدر لمرات ايبك الاولى، واللي كانت معروفه باسم ام علي، واللي بالمناسبه يعني دي كانت سبب تسميه اكله ام علي على اسمها. ما علينا، وهيسيب الستات تخلص على بعضها. المهم ان ام علي امرت الجواري بتوعها بقفل ابواب القلعه على شجره الدر ونزلوا فيها ضرب بالابائيب لحد ما ماتت. وما اكتفوش بكده، لا دول رموها من فوق اسوار القلعه عاريه تماما، وفضلت جثه شجره الدر في الشارع كام يوم لحد ما ريحتها طلعت. تخيلوا احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن ملكه مصر، صحيح دوام الحال من المحال. وبعد كده حطوها في شوال ودفنوها في المقبرة بتاعتها في شارع الخليفة بحي الخليفة بالقاهرة. وبالشكل البشع ده انتهت حياة واحدة من أغرب حكام مصر اللي جات مصر جارية ووصلت لعرش مصر، وبعد 80 يوم ماتت بالضرب بالأبائيب بطريقة مأساوية سنة 1257. تفتكر بقى هل السلطة اللي بقت في إيد شجرة الدر فجأة وتحولها المفاجئ من جارية لملكة مصر كان السبب في كل الجبروت اللي اكتسبته ده؟ السؤال الأهم بقى، هل لو عرفتي إن جوزك رايح يتجوز عليك هتعملي فيه زي ما عملت شجرة الدر في جوزها، ولا هتريحي دماغك؟ أنا من رأيي تريحي دماغك.